السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو عندك مناسبة ومحتاجة لها تورته او جاتوه، يبقى هنعملها في البيت احسن وانضف واشيك من اي محل هتشتروها منه. هنعمل مع بعض النهاردة تورته مقاس 20 و24 قطعة جاتوه سواريه بطريقة سهلة وبسيطة. حط لايك ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بصوا يا بنات، انا كل مره بشتغل معاكم بالمقدار بتاع كوبايه ونص من الدقيق. المره دي هجرب معاكم مقدار تاني اللي هو بكوبايتين من الدقيق. لو طلع كويس هنستمر عليه. انا حطيت في العجان 3 بيضات، وحطيت عليهم نص كوبايه سكر، وحطيت عليهم معلقه خل كبيره، وحطيت عليهم معلقه صغيره مهرمه من محسن الكيك. وهبدا انزل فيهم كده بالعجان، وابدا اشغل اول درجه. ما تطلعيش بالعجان بدرجه سريعه يا بنات، يعني الاول تبداوا بواحد وبعد كده باتنين لحد ما توصلي للدرجه العاليه اللي انت عايزاها. هنفضل بقى نضرب كده لحد الفوليوم بتاعنا ما يعلى. وبدل ما كنا بننزل بنص كوبايه ميه في الخليط بتاعنا، لا هننزل المره دي بكوبايه ميه كامله. تمام كده. انا ليه زودت الميه؟ لان الدقيق زاد معايا. هتزودي دقيق يبقى يا تزودي الميه يا تزودي البيض. تمام كده. لازم يبقى فيه الماده السائله تبقى متوازنه. فانا زودت الميه علشان ما احطش بيض كتير. هتحطوا بيض كتير يبقى قللوا الميه شويه، خلوها كوبايه الا ربع مثلا، وتزودي بيضه كمان. فانا خليت المقدار زي ما هو وعملته كده زي ما انتم ما شايفين. اخدت معلقتين من الدقيق. انا حطيت كوبايتين من الدقيق يا بنات، وخدت من المعلقتين شلتهم معلقتين مهرمين من الدقيق، حطيتهم في قلب الدقيق بره، وحطيت مكانهم معلقتين كبار برضو مهرمين من النشا، ومعلقه صغيره 5 جرام كده بيكنج باودر بالمعلقه الصغيره بتاعت اللعبه اللي انتوا شايفينها دي يا بنات. لما لقيت الفوليوم بتاعي عالي، عملت ايه؟ نزلت بكوبايه الميه كامله. هبدا بقى اقلب كل المكونات بتاعتي بحيث انها تمتزج. مش عايزه البيكنج باودر يركن في حته لا هو ولا النشا، كلهم يبقوا متقلبين مع بعضيهم بحيث ان هم يتوزعوا كويس. واول ما الاقي الفوليوم بتاعي عالي والميه تجانست، خلاص ابدا اقلل السرعه. شايفين بقى وصل لحد فين؟ انا عايزه اوريكم بس. بصوا الخليط بسم الله ما شاء الله طلع لحد فين. لا يعني 3/4 مليان، والربع بس الاخير هو اللي مش مليان. تمام كده. وهنزل بقى معلقه معلقه زي ما انتم ما شايفين لحد ما يخلص معايا الدقيق لاخر معلقه. ولازم يا بنات تبقوا مهديين السرعه. لو السرعه عاليه مش هينفع، لان احنا فاصلين المقدار دوت. لو احنا مش فاصلين وحاطين الدقيق على البيض على المحسن على كله، هقول لك شغلي السرعه اللي انت عايزاها. لكن طالما فاصلين عاملين نص هنا ونص بره والدقيق بنحطه بره، يبقى لازم تنزلي بالخليط واحده واحده. تمام كده. انا معايا صاج هشتغل فيه 42 في 34. تمام كده. وهبقى مولعه الفرن على اعلى درجه حراره يا بنات. عندك فرن كهربائي ولعه على 220 250 مفيش مشكله، مش هياخد معاكي وقت ومش هيكتر لان الخليط قليل. لو الخليط كبير هقولك لا هياخد وقت طويل جدا. انا عندي الحلل بتاعه اللي هي الاسبونشات، بس والله يا بنات بتاخد وقت جامد جدا. الصاج بيخلصني بسرعه. كده خلاص انا دخلت الصاج، اخد معايا بالظبط 7 دقايق وطلعته، قلبته زي ما انتم ما شايفين كده. ومعايا البورد دوت مقاس 20. هعمل التورتايه مقاس 20، والبورد التاني مقاس 24. لما اجي اجلسها يبقى عندي مساحه ان انا اجلس ما بقاش مخنوقه. وبدات اقص زي ما انتم ما شايفين كده. خدت انا كده من الزاويه دي والزاويه دي. الاتنين بقى اللي في النص من هنا ومن هنا اللي هو الفايت ده، هبدا احطهم جنب بعض واحطهم في قلب التورتايه، بحيث ان هي يبقى ال الاجزاء المقطعه اللي انا هشاور لكم عليها دلوقتي دي اللي تتحط في نص التورتايه اهي. دي ودي اللي انا شاورت لك عليها هنا وهنا، هحطهم في النص. تمام كده. انا هحشي دلوقتي وانتوا هتشوفوها معايا. انا هنا معايا السيرب بتاعي بسقي بيه. السيرب ده يا بنات كوبايه من السكر على كوبايتين من الميه، وبحطهم على النار يغلوا. اول ما تغلي اول ما تغلي على طول يا دوبك بس السكر يكون خلاص داب، اقوم طافيه على طول. يعني ده السيرب بتاع البسبوسه. عايزه تحطي له ليمون حطي، مش مشكله، هو كده كده ده ما بيسكرش. او فانيليا برده ما فيش مشكله، بس انا بصراحه ما بحطش كل ده. وبدات احشي زي ما انتم ما شايفين كده. انا عملت ايه بقى؟ خدت المتقطع حطيته في النص. الكريمه بتاعتي يا بنات اللي انا بشتغل بيها ريتش المتحده. انا عملت كوبايه من الكريمه عليها كوبايتين من الميه، بس فيها جرش. طالما فيها جرش يا بنات هتساعدك جدا ان هي تمشي معاكي زي الفل وما تبقاش سايحه معاكي لان الجو حر. وحطيت عليهم نص كوبايه من السكر. لو احتجت ان انا اخد تاني هكمل، ما احتجتش خلاص هي الكوبايه بصراحه قضت الغرض. يعني الكوبايه كفتني. انا اعتقدت ان هي مش هتكفي بس الكوبايه كفتني. فخدت مني كوبايه وفاض مني كمان للجاتو اللي احنا هنعمله مع بعضينا دلوقتي.
خدت انا بقى شويه كريمه الاول، جلستها زي ما انتم شايفين كده باللون الابيض من تحت، الكريمه البيضه من تحت، وبعد كده اخدت اللون اللي انتم شايفينه دوت، حطيت نقطه خضراء على نقطه صفراء عشان تديني اللون الزرعي الفاتح اللي انتم شايفينه ده، لان لو حطيت اخضر بس هتديني لون غامق مش هيعجبني بصراحه، او انا مش حباه، انا حابه اللون ده. تمام كده. وهبدا امسك التيب اللي انتم شايفينه دوت، واحد كبير منه اللي هو بتاع البسكوت، وفي منه صغير، انا هشتغل بالصغير. بنعمل ايه بقى؟ بعمل 3 روزيتات واسحب، 3 روزيتات واسحب. الروزيتات دي عامله ازاي؟ بطلع واقوم نازله، اطلع واقوم نازله، واقوم بعد كده سحبه. تعمليها بقى 3، تعمليها 2، تعمليهم 4 ورا بعض زي ما انت ما عايزه. انا حبيت ان انا اعملهم 3 ورا بعض واسحب السحبه اللي انت شايفاها دي. هنزينها دلوقتي تزيين ان شاء الله شيك جدا، واحلى من اي تورته بتجيبيها من بره. تمام كده. انا كده بس الكريمه خلاص خلصت معايا، يعني بكمل كده بالاخر، بدوس عليها عشان تكمل للاخر. وعندي كريمه بيضه خدتها في قلب التيب اللي هو الساده دوت، بس صغير، يعني مش الساده الكبير، لا الساده الصغير. وبعمل ورد زي ما انتم ما شايفين، بدوس دوسه خفيفه واسحبها، دوسه خفيفه واسحبها، واخلي دي تتقابل مع دي عشان تديني شكل الورده. واضحه كده يا بنات؟ اهي ادي دوسه واسحبها، دوسه واسحبها، اسحبها على جوه عشان كلهم يتقابلوا في نقطه واحده، بحيث ان هي تديني شكل الورده اللي انتم شايفينه ده. تمام كده. خلاص، اللي عملناه فوق هنعمله تحت بنفس الطريقه برضو، دوسه خفيفه واقوم سحباها لجوه، واقوم مجمعاهم كلهم في نقطه واحده بحيث ان هم يدوني شكل الورده. حته مثلا عليت منك كده في النص بالسكينه بالراحه كده زي ما عملت معايا في واحدتين كده عملوا كده، رحت انا شايلاهم وجبت سبرينكل اصفر زي ما انتم شايفين كده وبدات احطه في الورده. لو انتوا ما عندكوش السبرينكل ده، خلاص لوني كريمه صفرة يعني ايه كيس حلواني كده صغير، واقطعي حته صغيره وتقومي دايسه عليها في النص، هتديك اللون الاصفر اللي انت شايفاه ده. ودي شوكولاته يا بنات انا كنت عاملاها، في ان شاء الله هنزلها لكم فيديو. يعني انا عاملاها على ايديا، ببدا ازين بيها زي ما انتم شايفين كده. حطيت حته كريمه في النص وهبدا الزقهم كلهم مع بعض. تمام كده. وهحط في النص هي زي ما انتم ما شفت كده ضغطه صغيره من الكريمه البيضه، وحطيت ما بينهم الشوكولاته اللي انتم شايفينها دي، كنت برضو عاملاها على شكل نقطه الميه، حطيتها ما بينهم كده عشان تديني ايه الشكل اللي انتم شايفينه ده. وهبدا احط سبرينكل في النص او واحده مالديزر كده لونها صفرة. انا بقى يا بنات كنت شايفه الشكل ده حلو، جيت في الاخر رحت جايبه شويه سبرينكل كده صغير ورحت رشاهم فوق الروزيتا اللي انا حطاها فوق في النص دي كده كانت شكلها جميل جدا، عامله زي السحابه كده ورايقه وهاديه. معرفش ايه اللي خلاني رحت حاطه عليها من فوق كده. بعد كده بعد ما حطيتها بصراحه ما عجبتنيش، حسيت شكلها مش ظريف. وبعد كده رحت حاطه زي ما انتم ما شايفين كده على حرف الشوكولاته من بره نقطه صغيره من الكريمه بحيث ان هي تلزق اللي هي السبرينكل ديت، عشان انا لو حطيتها كده ممكن تزحلق وتقع، لكن لما حطيت لها نقطه الكريمه ديت خلاص كده هتلزق فيها وتبقى زي الفل. وهبدا بقى اخد بقى الايه السبرينكل الصغير ده وهبدا ارشه على التورته في الجناب ومن فوق كده بسيط. لو ما كنتش حطيت من فوق بقى اللون الابيض كان جميل قوي، يا ريتني ما حطيتها بصراحه. بعد ما حطيتها ندمت، رجعت قلت مش مشكله، يعني ممكن كنت شلت الروزيتا كلها وكنت حطيت روزيتا تانية، بس ما خلاص بقى يعني عملتها وقلت خلاص مش مشكله. وهترش كده شويه سبرينكل من الجناب كده من عند حروف ايه التورته كده من تحت. تمام كده. انا مش عايزه اقول لكم يا بنات ان اصحاب ابني كانوا معزومين على التورته ديت والجاتو، الاولاد ما كانوش مصدقين ان الحاجه دي قال لهم ماما اللي عاملاها، ما كانوش مصدقين. فيعني مش عايزه اقول لكم الحاجه في البيت بتبقى قمه في الجمال، احسن ما تشتريها من بره. وانا هنا معايا جليز يا بنات بس كان شفاف اللي هو الجليز الابيض. عملت ايه انا بقى؟ رحت عامله نقطه واحده من الاخضر على نقطه من الاصفر زي ما عملت في الكريمه بالظبط، وقلبتهم مع بعض هيديني اللون اللي انت هتشوفوه دلوقتي ده. انا كنت عامله سبونش تاني برضو في نفس الصاج عشان الجاتو، عشان نشوف القطعه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي معايا ديت. هتطلع لي 24 قطعه جاتو سواريه. هنعملها مقاس يا اما هتعملوها 4 في 4 يا تعملوها مقاس 5 في 5. بس الجاتو السوري يا بنات بيبدا من 3 في 3 و4 في 4، ما بيزيدش عن كده. 5 في 5 دي من ايدينا احنا لما بنعوز نرحرحها بايدينا شويه، لكن هي بتبدا من 3 وبتبدا من 4، يعني من 3 ل4، لكن اكتر من كده لا، ما تبقاش سوري بقى، ما دخلتش في قصه السوري. وجبت الجليزه زي ما انتم ما شايفين كده، برضو كان عندي جليز شفاف، رحت ملوناه بلون احمر ولون اصفر. وزي ما انتم ما شايفين اللون الاخضر ده نفس درجه التورته اللي انا عملتها، بس هو عشان هنا بيلمع ما تحسوهوش ان هو ايه نفس الدرجه قوي، لكن هو نفس الدرجه. تمام كده. وهبدا اقطع زي ما انتم ما شايفين. انا معايا المسطره هعملها بالظبط 3 اهو، انا بص بعلم وحاطه ايدي عليها بالظبط بحيث ان انا كل 3 سنتي اقطع، كل 3 سنتي اقطع.
انا سويتها برضو من الجناب يا بنات، انا ما جبتش معاكم ديت في المونتاج، بس انا سويتها من الجناب من كل حته، من الاربع تركان قطعت كل الزوايد اللي بره وخليتها زي ما انتم شايفين كده متساويه، عشان يطلع معانا الجاتوه قطعه متساويه وشكلها جميل جدا. وهنبدا نحط روزيتات كده على الوش. وبعد ما هخلص الروزيتات دي هجيب سبرينكل كده صغير، هحط كل لون بنفس اللون بتاع الجليز. يعني انا الجليز الاصفر هحط له سبرينكلايه لونها اصفر، والاخضر هحطها لها خضره، والاحمر هحطها لها حمرا. ايه رايكم بقى يا بنات؟ مش احسن ما تجيبيها من بره الف مره؟ والله انا اصحابي ابني كانوا مبهورين بيها، ما كانوش مصدقين ان الحاجه دي انا اللي عاملاها، يقول لهم ماما اللي عاملاها، ما كانوش مصدقين. قالوا ده انت مشتري الحاجه دي من بره. يا ريت يا بنات تجربوا تعملوا الحاجه في البيت، هتطلع معاكم جميله باذن الله. وبكده وصفه النهارده تكون خلصت. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.